السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. مباراة المنتخب الجزائري الثانية في كأس العالم ستكون يوم الثلاثاء على الساعة 4 صباحا بتوقيت الجزائر. المباراة ستكون ضد المنتخب الأردني العربي الشقيق. المباراة ستكون يعني مهمة جدا للمنتخب الجزائري، إما التعادل أو الفوز ولا غير ذلك. إن خسرت الجزائر في هذه المباراة فتعتبر رسميا خارج المنافسة. المنتخب الجزائري أمام تحدي صعب، وكذلك خصوصا بأن الشعب الجزائري كله غاضب من المنتخب ومن اللاعبين بسبب طريقة لعبهم في مباراتهم أمام الأرجنتين. لكن ظهر اللاعب رياض محرز وكذلك عيسى مندي وطلبوا الدعم من الجمهور الجزائري، ووعدوهم باللعب بطريقة رائعة والفوز أمام الأردن والنمسا. المنتخب الجزائري معروف بطريقة لعبه الرائعة، لكن لا نعلم ما الذي حدث أمام المنتخب الأرجنتيني. هل هو توتر أم خوف؟ لا نعلم ذلك. المنتخب الجزائري قام بالتدريبات وعاد لتدريباته. في المرة الأولى كان بنفسية صعبة، لكن الآن هم يتدربون بشكل عادي. المدرب بيتكوفيتش بعد المباراة ذهب إلى اللاعبين وشكرهم على طريقة لعبهم وقال لهم بأنكم قدمتم الأفضل. واللاعب الذي تأثر كثيرا في هذه المباراة هو حارس المنتخب الوطني لوكا زيدان. تأثر كثيرا في مباراته، وخصوصا بأن ميسي سجل عليه 3 أهداف. هاتريك سجل في مرمى لوكا زيدان. المنتخب الجزائري في وضعية صعبة الآن، لكن بإذن الله سيقدم الأفضل. نحن مع المنتخب الجزائري، خاسر أو فائز بالتوفيق للمنتخب الجزائري. خلونا آراءكم حول مباراته أمام الأردن. هل سيفوز المنتخب الجزائري، خصوصا وشاهدنا كيف لعب المنتخب الأردني مباراته أمام النمسا وسجل هدف؟ والمنتخب الجزائري يعتبر المنتخب الوحيد الذي لم يسجل في كأس العالم هذه النسخة. هل سيقدم مباراة رائعة أمام الأردن ويعوض المنتخب الجزائري ويعوض الشعب الجزائري الذي ذهب لتشجيعه والذي يشجعه الآن؟ بالتوفيق للمنتخب الجزائري. خلونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة. السلام عليكم.